أهلا بيكم في سلسلة الحياة الزوجية، من الفهم للوعي، خطوات عملية لحياة زوجية متجددة وسعيدة. في ناس متجوزة وعايشة تحت سقف بيت واحد، بس الحقيقة كل واحد لوحده. مفيش دفء، مفيش شوق، مفيش كلام بينهم. الحب ما اختفاش فجأة، الحب برد. والنهاردة مش هسأل هو بيحبك ولا لأ، ولا انت بتحبيه ولا لأ. النهاردة هنسأل سؤال أخطر بكتير: ليه الحب بيبرد؟ وإزاي نقدر نفهم اللي بيحصل قبل ما يبعد أكتر؟ وحابة أوضح لكم حاجة مهمة جدا: مفيش علاقة بتبوظ فجأة، ومفيش حب بيخلص في يوم وليلة. اللي بيحصل هو تراكم حاجات صغيرة، مثلا سكوت، انت ساكتة وهو ساكت، مفيش بينكم حوار، اخطاء بسيطة بتحصل وبنعديها من غير ما نفهم هي سببها ايه ووراها كان ايه. توقعات مش واضحة، طول ما انت قاعدة عمالة تتوقعي وتتخيلي حاجات هي اصلا في خيالك انت وانت كمان. واحتياجات ما بتتقالش، انت محتاجة حاجات ما بتقولش عليها، وهو محتاج حاجات ما بيقولكش عليها، وكل واحد في الطرف التاني ساكت. كل واحد ليه احتياجات، ولكن ما بيعرفش الطرف التاني عليها، بحجة بقى ان المفروض هو يفهم لوحده، وهو يقول ايه المفروض هي تفهم لوحديها. طبعا الكلام ده ما ينفعش. ولما القلب بيتعب من التراكم ده، الحب بيبدأ يبرد، حتى لو كل واحد موجود فعلا تحت بيت وسقف واحد. ايه السبب؟ اول سبب التعلق بدل الحب، اللي بيخلي العلاقة تبرد ومبقاش ليها طعم ولا حياة. انك بتتعلق بدل الحب، انك مش فاهم اصلا يعني ايه حب، وفاكر ان انت وفاكر التعلق ده هو ده الحب، ولكن ده بداية دمار العلاقة. هنتكلم عن الزوجة. التعلق عند الزوجة مثلا كمثال، هي محتاجة من جوزها ان هو دايما يكون مهتم بيها 24 ساعة، ايا بقى كان الاهتمام دوت، كلام حلو، ايا كان بقى. كل واحدة ولها احتياجاتها، بس هي متعودة ان هي تاخد منه كلام حلو، ان هي تاخد منه اهتمام طول الوقت. لو جه في يوم او جه في وقت حصل عنده مثلا ظرف ايا كان، ما او مثلا منع الكلام، ايا كان السبب، صاحبتنا بتحس بايه بقى؟ بتحس ان هي مضغوطة، بتحس ان هي قلقانة، وبتحس ان هي متوترة. بس خلاص دي بحب واحدة ايه عليا، طبعا انتوا عارفين الكلام ده. فتفضل هي قاعدة حزينة ومتضايقة وقرفانة وتنكد عليه وعلى كده يعني. طب التعلق بقى عند الزوج، الزوج لما يكون متعلق بالزوجة بيبقى حاسس ان هو محتاج يكون هو الوحيد مصدر السعادة ليها. لازما حاسس ان هو لازما يلبي كل طلباتها، ولو ملباش كل طلباتها بيحس ان هو مخنوق او محاصر، ما يحس ان هو في حاجة مقصر فيها. ده بالنسبة للشخص المتعلق. طب ايه الفرق؟ الحب الصحي يعني انك تحب بحرية، وتقدر الطرف التاني، وتقدر شعوره واحساسه وتحترمه. اما التعلق بيخلق احساس محاصرة، احساس زي انك مقيد كده. هي طول ما هي متعلقة بيه هي حاسة ان هي متحصرة، عايزة تاخد منه كلام حلو، عايزة تاخد منه اهتمام، عايزة. والراجل برضك هكذا، طول ما هو متعلق بالزوجة دي او بالانسانة ديت، هو عايز يكون هو كل حاجة في حياتها، وهو مصدر سعادتها، وهو يلبي كل طلباتها.
طيب السبب التاني غياب النفس او الذوبان. يعني ايه غياب النفس؟ هو اصلا الشخص بينسى نفسه، بينسى يهتم بنفسه، ما بيحبش نفسه، بينسى يعني نفسه دي بيحطها كده على جنب كده، معلش خليكي كده على جنب وخلاص. بقى الطرف التاني هو ده كل اهتماماته وهو ده كل حياته، يفضل مهتم بيه. انا طبعا ما بقولش ان احنا ما نهتمش، بس في توازن، خليكم فاهمين كلامي كويس. طبعا الكلام ده كتير قوي بين من العلاقة اللي هي اصلا لسه مش تحت سقف واحد. ولما بتبقى تحت سقف واحد بيحصل زي خلاص بقى الطرف التاني انا ضمنت خلاص، انا اتجوزت خلاص، هو بقى انا ضمنته خلاص، هو بقى جوزي، فبيحصل برضك اهمال. المهم هي ايه، الطرف ده بيهمل في نفسه، باهتمامه كله في شريك حياته. ايا كان الاهتمام، اهتم ايه، انا مهتميه ان انا اسمع منك كلام حلو، بس انا عايزه اسمع منك طول النهار كلام حلو. هو مهتم ان هو يكون هو بس مصدر سعادتها، بس ما يبقاش مبسوط ان هي لو خرجت بره وراحت عند حد، وان هي مش مديها حريتها. لو شافها مبسوطة مع حد تاني وسعيدة وكده، لا انا عايزة انا اللي اكون مصدر سعادتها، وهي التانية انا، هو ليا انا بس، ما شافوش مبسوط ولا سعيد مع حد تاني، هو لازم يكون مبسوط معايا انا بس وسعيد معايا انا بس. النتيجة بقى ان الشخص ده اصلا بيبذل كل جهده وكل طاقته للطرف التاني وبيسيب نفسه خالص. الطرف التاني مش هيشتاق بنفس الطريقة. يعني كمثال مثلا، اتنين متجوزين او اتنين بيحبوا بعض ايا كان، في طرف بيقعد يدي ايا كان بقى الاهتمام ده، بيهدي كلام، حب، فلوس، ايا كان الاهتمام، بس هو طول ما هو في العلاقة عمال يدي كتير قوي. الطرف التاني اللي هو عمال ياخد منك ده اصلا مش هيحس بنفس المشاعر اللي انت فيها او اللي انت فيه، ومش هيديك نفس الاحساس، لان هو اصلا واصل له طاقة منك انت، ان انت اصلا مش مهتم بنفسك ومش حابب نفسك زيادة، انت حبه هو. هو انت ايه، هو كل حاجة، هو مصدر سعادتك، فهو اصلا شايفك ان انت مش مهتم بنفسك، مش حابب نفسك. فازاي يا جماعة احنا نطلب من حد يحبنا ويشتاق لنا واحنا مش بنحب نفسنا؟ انا عايزة اوصل لكم النقطة دي. انا ما اقدرش اطلب من اللي قدامي ان هو يحبني ويهتم بيا طول ما انا مش مهتمية بنفسي ولا بحب نفسي. مثلا زي ما قلت لكم كده، ان الزوجة كل حياتها مرتبطة بالزوج او بالشخص اللي بتحبه. طبعا ده مش عيب ولا حرام، بس يا جماعة خليكم معايا، انا قصدي في التوازن. وناسية نفسها، مش بتهتم بنفسها، ملهاش هواية، مش بتتعلم، يعني ما بتعمل، مش شاغلة نفسها بحاجة تانية غيره هو بس. تفضل بقى 24 ساعة بتراقبه، بتشوفه قال ايه وعمل ايه وراح فين وجه منين. لا، ما هو الراجل بيتخنق يا حبيبتي، الراجل ما بيحبش كده. بصي لو فرشت له ايه وماسكه فيه كده وخنقاه، هو بيتخنق وهيفلت منك. السبب الثالث الطلب بدل العطاء. يعني الكلام ده، العلاقة بتتحول لمجرد طلبات مستمرة. هو كل ما يشوفك انت عمالة تقولي له كلام، تطلبي، وانت كمان كل ما تشوفها عمال تطلب. يعني ايه بتطلب ايه؟ بعيد بقى عن الطلبات اليومية، احنا دلوقتي بنتكلم عن علاقة الحب. طول ما كل ما تشوفك انت ما بتقوليش بحبك، انت مش عارفة مش مهتم بيا، انت وانت. يا حبيبتي، يا حبيبتي، اصلا الراجل مش يعني مش عايزة اقولك ان هو افعال اكتر من كلام. يعني احنا كبنات بنحب نتكلم كتير، احنا بنحب الكلام،
هي العلاقة بتاعتنا الكلام ده اهم حاجة عندنا. بس هو الراجل مش هقولك ما بيعرفش يتكلم، هو ممكن يكون معاكي ما بيتكلمش المهم هو مش موضوع ما بيعرفش يتكلم، هو الموضوع ان هو في انشغالات تانية كتيرة في حياته، وهو مش هيقعد لك انتي 24 ساعة دي يقعد يتكلم يقولك بحبك. ما خلاص يا حبيبتي انتي عرفت ان هو بيحبك خلاص، هو بقى افعال، هو الوقت افعال. طب مثال، كل ما تشوفيه انت مش مهتم بيا، انت ما بتقوليش كلمة حلوة، ماشي، الوقت الطلب ده طول ما انتي بتطلبيه ومستمرة فيه هو بيحس بخنقة، العلاقة بتتحول بخنقة. يعني تلاقي الراجل بيقول انا مخنوق منها، مخنوق منك يا حبيبتي عشان انتي طول ما انتي بتشوفيه انت مش مهتم بيا، انت ما بتحبنيش، وانت. طب ما تيجي بقى نعمل حاجة تانية، بدل ما نطلب منه ان هو بدل ما تطلبي منه ان هو يقولك بحبك، بدل ما تطلبي منه ان هو يهتم بيكي، طب ما تيجي نعكس ونبدأ احنا بالعطاء. انت عايزة تسمعي كلمة بحبك، خلاص قولي له، انت قولوا لها بحبك مرة على مرة، لما تقولي هتلاقيه هو قالك. في واحد يقول لي لا ما هم هي لازم أن يقولها لوحده، ما هو مش هتبقى لها طعم. يا حبيبتي ايه مش يعني ايه ملهاش طعم؟ يعني ايه ملهاش طعم؟ لازم ان هو لوحده كده فجأة كده هو يقول لي انا بحبك، لو ما طلعتش لوحده من غير ما انا اقول له يبقى ملهاش لازمة. لا، الكلام ده غلط. ابدأ انت بالعطاء، لما تبدأ انت بالكلام الحلو، حتى لو هو يعني واحد مش ما بيعرفش ينطق خالص، هيقول زيك، هيقول زيك مرة على مرة، هتلاقيه هو قالك لوحده. ابدأ انت بالعطاء، ابدأ انت بالاهتمام، اهتمي بيه. لما يجي كده من الشغل داخل، مش اول ما تشوفيه انت اتأخرت ليه، انت عملت ايه، انت ايه يا جماعة؟ يعني هو جاي من الشغل يعني جاي سكنه عايز يرتاح، مش جاي بقى هيشيل فوق دماغه اكتر. الكلمة الطيبة لما يدخل عليكي كده وانتي مبتسمة، وانتي بتقوله كلمة حلوة بتطبطب على كتافه، ربنا يعينك، ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لأولادك، مش تقعدي بقى ترصيله. الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. وخدي بالك انتي كل ما تقابليه بمشاكل وانت، ما هي دي بداية برود العلاقة. يعني خلاص هو بقى الراجل زهق بقى، هو انت كل ما تشوفيني قولي لي مش عارفه ايه ومشاكل ايه وعماله بقى، هو هيزهق يا حبيبتي، وهيخش الاوضه ويقفل على نفسه، عايز يرتاح، عايز يريح دماغه. الراجل مختلف عن المراه، المراه ما شاء الله عليها ممكن تتكلم 24 ساعه ما بتزهقش، ولكن هو الراجل بقى عايز يفصل، هو عايز يفصل بين الشغل والبيت ويفصل. يعني اديله هدنه كده يقعد يرتاح كده من الشغل وياخد نفسه، وكلمتين حلوين كده منك، حتى لو هو ما قالش. يا حبيبتي انت لما تيجي تقولي له كلام حلو، م- بصي خلي نيتك لله، خلي نيتك كده ان انت تفرحيه، نيتك كده ان انت تريحيه، نيتك كده ان هو طول النهار في الشغل والله اعلم بقى شاف ايه وعمل ايه وقرف ايه وكده ومواصلات وبهدله، نيتك ان انت ترطبي على قلبه بكلمة حلوة. لما تكون هي دي نيتك نابعة من جوه، والله هتلاقيه هو بقى يقولك مرة على مرة، هتلاقيه قالك. في الأول لو انت أصلا ما بتعمليش كده، في الأول لو انت أصلا متعودة ان انت تنكدي عليه، وبدأتي بقى خلاص بدأتي بقى تسمعي بقى الكوتش مها وكده، وبدأتي ان انت هتغيري من نفسك وهتبدأي انت بالعطاء، ففي الاول يعني ممكن يبص لك بص كده استغراب، يعني هي مالها دي اتجننت ولا ايه، ايه اللي حصل، هي عينه، هيحط ايده كده على دماغك انت عينه يا حبيبتي، هو في ايه؟ فاهماني؟ يعني سمعت كده قصه كده لذيذه، واحده بتشتكي ان جوزها بيجي ما بيقعدش معاها ولا بيقول لها كلام ولا بيقعد يكلمها في حاجه، وبرضك اولادها برضك بيجوا من الجامعات وكل واحد في حاله ومحدش بيقعد معاها وكده.
فاللي حصل الدكتورة قالت لها ان انتي خلاص اركنيهم كده على جنب، اركني جوزك واولادك على جنب، ماشي، ومش هنقول لهم حاجه، ما تطلبيش منهم حاجه، وابدأي بنفسك، حبي نفسك، البسي لبس حلو، البسي لبس كده حلو، وجيبي حاجه بتحبي تشربيها، حاجه بتحبي تاكليها، هتفتحي حاجه بتحبي تتفرجي عليها، واقعدي كده رايقه كده ومظبطه نفسك، وبتاكلي وبتشربي وبتضحكي وكده ولا كأن في حاجه. وجوزك يجي من بره استقبليه ببسمة حلوة، بكلمة حلوة، بحاجات زي كده، واولادك برضك استقبليهم بكلام طيب وكده. هما اول مرة بنتك يعني دخلت عليها لقيتها قاعدة كده ما شاء الله لابسة كده ومظبطة نفسها، وايه في ايه يا ماما، وفي حد جاي النهاردة، في حد جاي؟ يعني انتوا واخدين بالكم من الكلمة؟ هو في حد جاي يعني انت اصلا، يعني هي اصلا ما بتلبسي حاجة كويسة الا لما يكون حد جاي للاسف. فقالت لها لا يا حبيبتي. المهم سابتها ودخلت الاوضه بتاعتها. جت تاني يوم نفس الكلام، جوزها واولادها برضك، هو في ايه، هو في حد، هو في حاجه يا ماما، مالها، ايه اللي حصل؟ يوم والتاني التالت الرابع، البت قالت لها يا ماما انا هقعد معاكي. قعدت بقى معاها، بقت تشرب معاها، بتضحك معاها. كام يوم كده، يعني قعدت كام يوم كده ورا بعضيهم متواصله، ومرة على مرة بقى زوجها يقعد، بقت العيلة كلها قاعدة مع بعضيها وبيضحكوا وبيشربوا وبياكلوا ومبسوطين. انت بس ابدأي بس بنفسك، مش اقل من 21 يوم، مش يا ستي ان شاء الله حتى لو ما حصلش حاجة، بس انت بتعملي كده لوجه الله، ربنا والله والله هو عالم بنيتك. لو انت فعلا نيتك ان انت تعملي كده لوجه الله، انك انت تشوفي جوزك كده مبسوط ومرتاح، واولادك كده مبسوطين ومرتاحين، بايه بقى؟ انت بتبدأ بنفسك، انت بتحبي نفسك عشان هم يحبوك. انا عايزاكم تفهموا كده كويس قوي، انت طول ما انت ما بتحبيش نفسك ومش مهتمية بنفسك، انت اصلا هتبقى قرفانة من نفسك ومش هتحبي نفسك. فازاي تطلبي منهم هم يحبوكي ويهتموا بيكي ويقعدوا معاكي ويونسوكي والكلام ده كله؟ وازاي تطلبي منه هو يحبك ويقولك كلام حلو، ما انت يا حبيبتي مش بتحبي نفسك؟ اهتمي بنفسك. مفيش راجل على وجه الارض هيخش يلاقي زوجته لابسه لبس حلو والبسمه على وشها والكلمه الطيبه بتخرج منها وهو هيبقى وحش معاها، الا اذا كان هو بقى مريض نفسيا، الا اذا كان هو مش كويس اصلا. يا حبيبتي ابدأي بنفسك، وانت كمان ابدأ بنفسك. مفيش زوجة جوزها هيجي يبقى قاعد معاها يقول لها كلام حلو هتلاقيها هي اتعفرتت واتكلمت كلام وحش، لا خالص. كلمة واحدة المرأة دي يعني والله يعني بلسم، كلمة واحدة كده بتكبر بخاطرها بكلمة. يعني خليك ذكي برضو، يعني ايوه انت ما بتعرفش تتكلم ومش بتاع كلام، بس حاول انك تتكلم، حاول تقول لها كلام حلو، لان هي المرأة الكلام ده حاجة مهمة في حياتها، لازم تسمعه، لازم تسمع كلام حلو منك. لو ما سمعتش كلام منك انت حلو هتسمعه من مين؟ هتطلع بقى تسمع من بره؟ ينفع؟ ينفعش. فلازم تسمع منك كلام حلو، فانت لازم تشبعها برضك كلام حلو، وهي برضك ما تبقاش طماعة، مش 24 ساعة تسمع كلام حلو. والله احنا مش طماعين، والله انت لو جيت في اخر اليوم قلت لها كلمة حلوة وطبطبت عليها بكلمة حلوة، والله يعني باليوم كله. المرأة دي يعني والله يعني انتوا بس لو تفهموها هتعيشوا حياة سعيدة جدا. بس اسمعوا الكلام بس وافهموا كده المرأة ونوعيتها، قول لها كلمة حلوة، كلمة تكبر بخاطرها. والله لو طبطبت عليها وقلت لها كلام حلو تكبر بخاطرها هتشوف كل الهنا وكل السعادة. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انفق، انفق هتنفق ايه؟ مش الرزق مش فلوس بس يا جماعة، الكلمة اللي انت بتقولها الكلمة الطيبة دي انفاق. انت مش هتاخد كلمة طيبة
ومش هتاخد معاملة طيبة إلا لما أنت تنفق الأول بكلمة طيبة، بمعاملة طيبة. الإنفاق إنك تعطي من قلبك، من وقتك واهتمامك للأشياء أو الأشخاص اللي بتحبهم، مش تبقى منتظر منهم إن هم يردوا نفس المعاملة. أنا مش هروح أقول لجوزي كلمة حلوة عشان هو يقول لي الكلمة الحلوة. أنا مش هروح أقول لزوجتي كلمة حلوة عشان هي تقول لك كلمة حلوة. لا، أنت في نيتك بتقول لها كلمة حلوة عشان تطمن قلبها، عشان تشوفها مبسوطة، عشان تشوفها سعيدة، عشان هي زوجتك حبيبتك. وانت كمان يا حبيبتي بتقولي له كلمة حلوة عشان هو زوجك، عشان تحصنيه بكل حاجة، ما يبقاش مستني يسمع كلمة بره، عشان تشوفيه مبسوط، عشان تشوفي البسمة في وشه. لما تكون نيتك كده وانت نيتك كده، تلقائيا هتلاقي المعاملة بالمثل. هتلاقي البر ده ان بيشمل كل الخير، الطمأنينة والحب الحقيقي وكل حاجة حلوة. الآية بتعلمنا ان البداية دايما من عندنا بالعطاء. احنا فاهمين غلط ان احنا ناخد الأول عشان ندي. لا، ادي الأول عشان تاخدي، بس ما تكونش نيتك ان انت عشان تاخدي. كده كده هتاخدي، كده كده نيتك سليمة وبتقولي كلام طيب ومعاملتك بأخلاق وبذوق، كده كده لازم تشوفي نفس المعاملة. اما لو في نيتك بقى انا هجرب بقى اقعد اقول لجوزي بقى كلام حلو واشوف هيعمل لي ايه، لو نيتك كده والله هو هيحس بيك يا حبيبتي، هو هيحس. لان يا جماعة الحاجات دي طاقتك اللي جواكي هي اللي هتظهر عليكي. انت لو فعلا كويسة من جواكي ونيتك جواكي ان انت بتعملي ده لوجه الله، وانك انت بتحافظي على بيتك، وانك بتحافظي على جوزك، وانك انت عايزة تشوفيه سعيد، انت هتبقي هتلاقي نفس المعاملة دي. مش تعملي كده عشان تسمع منه كلمة حلوة وعشان. وناخد بالنا برضو ان احنا مش هنقعد نعطي 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 بدون مقابل. ما انا مش هقعد اديك بقى ايه، دي بتحصل امتى بقى؟ لما يكون في تعلق. انا هقعد اديك حب 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 واهتمام اهتمام اهتمام، بس لما تكون فعلا انت نيتك مش لله، ده هيحصل عندك تعلق. فانت ماسكه في الحاجه دي متعلقه بيها وبتديله كل الاهتمام وكل الحب عشان تاخدي بتاع ده، عشان ما بتاخدي ومش هتاخدي، يبقى كده غلط، لانك انت هتتعب لو قعدتي تدي 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 بدون ما تاخدي، هتتعبي. هو بقى ده التعلق. اما لو انت بتدي بحرية بحب بمزاجك، مش يعني المعاملة الطيبة والكلمة الطيبة ما فيهاش تعب فاهماني؟ مش زيادة، مش اوفر. وهنا هنيجي على السبب الرابع اللي هو ايه؟ اختلال التوازن، عدم التوازن. يعني هتلاقي واحد شايل فوق دماغه، شايل مسؤوليات كلها وحديه، وتلاقي الطرف التاني سايبه كده مع نفسه. شيل انت بقى البيت كله بأولادك بعيالك بطلباتك بكله، وهو عايش مع نفسه وهو في ملكوت تاني خالص. يجي يسمع منك البقين اللي انت هترصيهم بتاع طول النهار، ويخش يقفل على نفسه الأوضة ومع نفسك، وانت بقى كلي في نفسك يا حبيبتي، وانت بقى ايه يعني اهري في نفسك براحتك. لا، انت تبقي عارفة المسؤوليات بتاعتك، وعارفه انت ايه اللي هتعمليه واللي مش هتعمليه، شيليه معاكي. وانت كمان يا حبيبي شيلها معاك. ما هي العلاقه الزوجيه ايه؟ هي شركه، شاركوا مع بعضكم. مش واحد مرتاح زياده عن اللزوم وواحد تعبان، مش واحد متعلق قوي والتاني مطمن. وخدي بالك برضك عايزه اوصل لكم، لما يكون واحده متعلقه قوي بالطرف التاني، واحد متعلق قوي قوي بالطرف التاني، الطرف التاني ده بيقعد كده يحط رجل على رجل كده ومطمن، مطمن ان هو خلاص، يعني هو كل حاجه في حياه الطرف التاني. انا هبذل جهد ليه؟ او انا هعطيها ليه؟
ما انا كده كده اصلا انا كل حياتها. هي اصلا مش شايفة حد غيري انا. هي اصلا مش مهتمية، ملهاش اي حاجة غيري انا. لا يا حبيبتي، اهتمي بنفسك، احفظي القرآن، اتعلمي، خلي عندك هواية، افرحي، البسي كده يعني. مش تبقى كل حاجة هو وبس، يعني متعلقة بيه بس، وانت كمان. ما يبقاش كل حاجة هي بس متعلقة بيها هي بس. الكلام ده بقى للاتنين متجوزين، اتنين لسه داخلين على جواز، اتنين مش متجوزين خالص عشان لسه هيخشوا على جواز. فخدوا بالكم، الجواز شراكة، الطرفين يبقى فيه حب بين الطرفين متوازن. خد وهات، اعطي ويعني فادي. انت عايزة حب، ادي حب، هتلاقي الحب جالك. عايزة اهتمام، ادي اهتمام. الحب ما بيموتش فجأة، هو بس محتاج رعاية وصدق ونية ترميم بدل نية انسحاب. انت كل واحد فيكم بيحسب خلاص الحب انتهى وبينسحب بقى خلاص. ايه احنا كده بقى، ام العيال هتقعد تربي العيال وربنا يتولانا برحمته بقى. انا نفسي اتجوز، انا مش عارفه. طب يا حبيبي، ما تشوف مراتك انت، شوف ايه احتياجها، شوف نفسيتها، بدل ما تقعد تقول انا عايزه اتجوز، انا عايز مراتي بقت مهمله، وانت التانية. يعني هو غصب عنه، هو شايفك مهمله في نفسك. معلش، اهتم بنفسك وحب نفسك. لما تهتم بنفسك وتحب نفسك وتظبطي نفسك، هو مش هيجيله الافكار دي، مش هيبص بره اصلا، ولا هيفكر انه يتجوز تاني، ولا اي الكلام ده انت هتبقي السبب، انت الغلطانه عشان انت محبتيش نفسك. ماشي؟ لو حبيتي نفسك واهتميتي بنفسك واهتميتي بيه وببيتك وكده، يعني هو مش هيبص بره، معلش، ولا هيفكر في بره. اما انت هتفضل تنكدي عليه وتقولوا كلام مش كويس، ما مش هقولك غصب عنه، هو برضك ليه عامل كبير. يا جماعة، الجواز شراكة، انت وهي. الحب ما بيبردش الا لما حد يبعد عن نفسه ويقرب زيادة عن اللزوم من البشر، ويستنى منهم اللي هو المفروض اصلا. انا ادعي ربنا، يعني انا عايزه جوزي يحبني، انا عايزه اولادي تحبني، انا ادعي ربنا، ما اروحش اطلب منهم هم. لا، انا اقول يا رب، يا رب حنن قلب جوزي عليا، يا رب حنن قلب ولادي عليا، يا ودود يا رحيم يا الله. الجأ لربنا، ربنا هو اللي في ايده قلوب الناس، قلوب البشر. هو اللي ربنا اللي هيقدر يخلي جوزك يحبك او ما يحبكيش، يبقى كويس معاكي او مش كويس معاكي. فاهماني او فاهمني؟ انك انتي تتقربي، تبقي عايزة من البشر اكتر من نفسك وناسية ان ليكي رب كريم. فهو ده اللي بيتعبك بقى، هو ده الحب بقى خلاص بيبرد. وانتي بقى بتكبر دماغك وهو بيكبر دماغه، وهو عايشين عشان الاولاد وبس، وكل واحد ليه احتياجات وكل واحد ليه طلبات ومش بيقول للتاني. فمعلش، يعني احنا الخيانة الزوجية بتيجي من ايه؟ ما هو هي دي النقطة. ارجع بقى لنقطة الصفر. طيب، ايه الحل يا مها؟ الحل هقولها مرة ومليون مرة: عليكم أنفسكم. ربنا قال عليكم أنفسكم. يعني قبل ما أخلي حد حواليا يتغير، لازم أرجع لنفسي أنا الأول وأتغير أنا الأول. اسألي نفسك أو اسأل نفسك: هل أنا متوازن؟ هل العلاقة اللي أنا فيها دي أنا متوازن فيها؟ هل أنا بحبه أكتر من نفسي؟ هل أنا بحبها أكتر من نفسي؟ هل بحب نفسي ولا ما بحبش نفسي؟ بصي نفسك كده في المراية، انت بتحبي نفسك ولا انت اصلا قرفانة من نفسك؟ وتقعد بقى تبصي على مش عارفة ايه، ودي وحشة ودي حلوة. فاهمين البنات؟ فاهمين؟ هل انت بتحبي نفسك ولا لا؟ اسألي نفسك. لو بتحبي نفسك هتلاقي علاقتك بقت سليمة وحلوة والدنيا هتتظبط. لو ما بتحبيش نفسك، ابدأ يا حبيبتي تحبي نفسك، وفي طرق كتيرة أوي تحبي نفسك فيها. ارضي بشكلك ايا كان شكلك، تخينة رفيعة طويلة قصيرة حلو، يعني ايا كان ارضي. ومش معنى الرضا ان انتي ما تصلحيش من نفسك، لا ارضي
وصلحي من نفسك. اسأل نفسك هل اعتمادي على ربنا قوي ولا مستني من البشر؟ أنا معتمدة على ربنا، وكلت ربنا في كل أموري وفوضت ربنا في كل أموري، ولا أنا مستنية من البشر، من زوجي، من زوجتي الكلمة الحلوة؟ أنا هفضل قاعدة مستنية هو يقول لي كلمة عشان قلبي يرتاح ولا قلبي يطمن؟ طب وليه يا حبيبتي؟ ليه؟ وانت كمان انت مستني ان هي تنظر لك نظرة رضا؟ ليه؟ ربنا فين؟ اللي بيملأ قلبه حب الله وقلبك ما يكون عمران بالله، البشر عادي خالص. انت هتتعامل ايوه بالحسنى وبالمعاملة الحسنة، وهتلاقي نفس المعاملة بإذن الله تعالى. قبل ما اختم عايزة اقول لكم الحب مش محتاج ضغط او طلب، الحب محتاج نفس مطمئنة. لما النفس تهدى العلاقة لا يا اما ترجع يا اما تتكشف. ما انت اقعدي مع نفسك كده، وانت التاني اقعد مع نفسك كده، اهدى كده، وابدأ انت كده بالعطاء، وهتشوف دنيتك ماشية ازاي. صدقني والله هتلاقي المعاملة اتغيرت نهائي، ايا كان بقى الزوج او الزوجة، وهتعيشي بنفس مطمئنة، نفس كلها رضا وحب وعطاء. ودي كانت أول حلقة من مرحلة الفهم والوعي في سلسلة الحياة الزوجية. تابعوني الحلقة الجاية بإذن الله تعالى عشان الصورة تكمل باسم الله العليم البصير.